سلام الغزالات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم البنات شاركت معكم واحد التبريمه اللي صراحه غزاله بزاف بزاف. الحل ديال كاع المشاكل ديال الاثار ديال الحبوب اللي كيكونوا في الجسم، ديال البقع الداكنه. كاينين البنيتات اللي كيكون عندهم حب شباب وكيبقى ليهم في ظهرهم ولا بحال هكا، يعني كيخلي لاطراس ديالو زوينه بزاف. هاد التبريمه الغزالات وكتعطي واحد الرطوبه للجسم، واحد البياض عرفتو راه خطيره بزاف، ما يمكنش انا ديما كنعتمدها الصراحه. نبداو هنايا بشنو فيها هاد التبريمه. هنا عندي الخزامه كيف ما وريتكم، عندي شويه ديال اوراق الحنه، عندي هنايا الزعتر، عندي هنايا الريحان، هنايا السلميه، وعندي عاوتاني اوراق السدر، وفي الوسط عندي هنايا الفول. البنات هاد العشوب كاملين زوينين بزاف. الخزامه معروفه كتخلي رويحه زوينه بزاف مطهره. اوراق السدر والزعتر هادو كلهم زوينين بزاف. كيحيدوا الصراحه اي بقع داكنه كاينه في الجسم. الفول كيعطي واحد البياض خطير البنات، راه ما يمكنش عرفتو غزال بزاف. حتى الترطيب عرفتو كتبقى واحد النعومه في الجسم خطيره ما يمكنش. هنايا البنات من بعد ما المهم كديروا الكميه اللي بغيتو نتوما. انا كندير بالزيت، هنايا كندير بالزيت شويه باش كنخليها، يعني كنطحنهم وكنخليها ملي كنحتاجها راه كنخلطهم. هنايا عندي النيله الزرقاء. النيله الزرقاء تكون البنات مزيانه، غادي نديروا منها شويه حتى هي. النيله معروفه كتحيد حتى هي لاطراس ديال اي حاجه زوينه بزاف. هنايا من بعد ما طحنت داك العشوب كاملين ها هما عندي هنايا طحنت داك الفول خليته بوحدو. من بعد غادي نغربلو داك العشوب حيت كيكونوا فيهم شي عويدات صغار بحال هكا باش ما يجرحوكمش. غربلوهم بحال هكا. الفوله البنات ما غاديش نغربلهم باش هو راه طحنتو مزيان، ما غاديش نغربلهم باش كيبقاو داك الحبيبات الصغيورين ديالو، باش غادي يبقى باش تبقى هاد الخلطه على شكل كوماج، فهمتوا؟ باش منين ديروها في الجسم ديالكم غادي تخليوها تكرم واحد شويه. ومن بعد غادي تحكوا بيديكم على شكل كوماج باش تحيد اي بقعه كانت داكنه عندكم في الجسم او اي حاجه غادي تحيد. ديروا حركه دائريه على شكل كوماج غادي يكون. ومن بعد عاد غادي تشلو. هنايا البنات من بعد ما غربلت داك العشوب ديالي كاملين هانتوما كتشوفوا، هنايا غادي نزيد عليهم داك الفول مطحون. كيف ما شفتوا راني ما غربلتوش، خليته هكاك راه مطحون مزيان، غير داك الحبيبات الصغيورين ديالو باش غادي يبقى هو يدير لينا، يعني يكون ماسك زوين، يعني يكون كيرطب ويحيد البقع وفي نفس الوقت يكون على شكل كوماج. هانتوما كتشوفوا. من بعد غادي نخلط داك المكونات مع بعضياتهم وغادي تخليوها البنات في شي طاسه. ما كيوقع ليه يعني والو، راكم عارفين. ما غادي تخلطوها ولا تخليوها هكا. منين غادي تبغيو تحتاجوا يعني غتدخلوا تدوشوا غادي تهزوا الكميه اللي غادي تكفيكم. تقدروا تخلطوه مع الصابون بلدي، وتخلطوا يعني مع الصابون بلدي وديروا شويه الماء سخون معاه. ومن بعد غادي ديروه في الجسم ديالكم كامل وغادي تخليوه ينشف شويه وبقاو يعني تخدموا بيديكم على شكل كوماج بحركه دائريه. ومن بعد عاد غادي تشلوه. البنات راكم عارفين هاد العشوب هادو زوينين، يعني ما تخافوا منهم حتى شي حاجه. ما تبقاوش يعني ديروا شي عشوب اللي ما عندهم حتى شي علاقه، بحال دابا الزعتر، الخزامه هادو معروفين يعني زوينين ما تخافوش منهم نهائيا. تقدروا تزيدوا البابونج، تزيدوا الورد، هادو راه غزالين بزاف حتى هما. المهم يعني غير هادو اللي معروفين للتبريمه هما اللي كيكونوا زوينين، تبقاو تستعملوهم. واعتمدوا البنات هاد التبريمه راه والله خطيره بزاف، انا كنعتمدها ديما زوينه شي حاجه غزاله. وهانتوما غادي ديروها ان شاء الله وتشوفوا الفرق، راه كتعطي واحد الفرق غزال بزاف والله. هنايا انا زدت شويه ديال النيله. من الاحسن البنات النيله الزرقاء شريوها على شي واحد اللي يكون ثقه، باش ما يعطيكمش داك النيله اللي كتكون مزوره. راكم عارفين البنات كاينه النيله اللي كتكون غير صباغه وصافي ماشي حقيقيه. انا هاد النيله هادي عندي من الصحراء، يعني زوينه الصراحه غزاله بزاف. والنيله راه معروفه كتحيد البقع زوينه، راه تقدروا ديروها حتى ماسك مع دانون مسوس لوجهكم اللي عندها لاطراس ديال الحبوب حب الشباب اولا شي حاجه بحال هكا، راه زوينه بزاف شي حاجه غزاله. هانتوما من بعد ما خلط داك النيله مع داك العشوب وداك الشيء كامل تنخلطهم.
هنا الغزالات كتكون التبريمه ديالنا واجده، احتفظوا بها في شي طاسه وخليوها عندكم ملي تحتاجوها راه غتستعملوها. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البنات تجربوها راه غزاله بزاف، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وخليو شي تعليق يكون زوين بحالكم. ما تنساوش لايك الفيديو الغزالات الى عجبكم، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم.